أزمة بالليل والدكتور عنده فوق. هي دي أول أزمة له، ده ب7 أرواح. خير يا دكتور؟ الباقية في حياته. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، باقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير، ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة. طبعا حوالي 6 مليون ونص. 6 مليون جنيه يا ما ونص. انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا، المعزة خلصت، سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الجواد، هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزة خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره. ها خلاص ما بقاش في حد؟ خلاص كلهم مشيوا. طمني، كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي، احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثة من بعيد، احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عوانطة. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومة بريالة عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الإنسان مجموعة أوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية إلى آخره. مظبوط. مدام فريد هرب لما حطوا أبوه تحت الحراسة، وبما إنه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب أي واحد نعمله الأوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيب العملية دي عليا أنا،
الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطر ولا حاجه. وحتى لو كانت خطره عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجه. موافقين؟ انا موافق. انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكايه زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقه عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجره. يا شعبان، شعبان، ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هنا ولا هتقول الواد شعبان من هنا. تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ الباقي مخسر. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه، الاباني بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هنثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو. شعبان، مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. عليكم. تعالى. شاي يا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي يا ولا. مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي فيها 4 ايام خاص، الماهيه تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمه الغطريفي ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فهمي تقيل شويه. هتقف قدام الموثق، هيقول لك انت فريد، تقول له اه، والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حساب. بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات، وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما الفلوس الغطرفي اللي كسبها بعرق جبينه تروح تستنى في العيله.